اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، إن شاء الله كما راكم بخير. الفيديو تاعنا عبارة على خبز الدار. البنات اون ديغي راكم تاكلوا يعني تخدموا موسكوتشو ماشي خبز تاع الدار. يجيب واحد الهشاشة بواحد القوام رائع اسفنجي، روعة. نقولكم تبعوا المقادير وطريقة التحضير هكا باش كامل تنجحوا فيه. يجيب واحد الخلطة صغيرة اللي راح تعطيه واحد القوام بزاف هايل. آه، يعني تقدروا ما تشربوا به قهوة حليب، يجي بزاف بنين وبزاف هايل. اللي ماشي مشتركة وشاف ودخلت القناة تاعي نقول لك انا اشتركي وفعلي جاس هكا باش دائما يوصلك جديد، وخلوا لي جيم خلوا لي تعليق هكا باش لا فيديو تاعنا تبان في محرك البحث. وريت لكم بعض من المقتطفات تاع لا فيديو شافيها. هنايا وريت لكم كي من كنت خرجت الخبز تاعي وبديت نقطع فيه البنات. للأمانة هذا الخبز يجي روعة روعة روعة. أول حاجة نحتاج في ريسيبيون ندير 3 كيلات تاع الفرينة، عفوا 4 كيلات تاع الفرينة. أي كيل عندك استعمليه. أنا درت بالبول هذا تاع الشوربة يعني هذا شوية صغير. 4 كيلات تاع الفرينة راح ندير عليهم غرفة كبيرة تاع خمارة تاع الخبز، وراح ندير عليهم 2 مغارف كبار تاع السكر. تقدروا تروحوا حتى 4 مغارف البنات اللي تبغي شويه حلو، يعني كاين خبز الدار اللي يجي شويه حلو تقدروا تروحوا حتى 4 مغارف كبار تاع خبز تاع سكر. ودرت الملح يعني عينك ميزانك. وخرت النواشف على جهه. نجو في بول واحد اخر. هذه هي الخلطه السحريه البنات اللي نحتاج فيها بيضه 3 قطع تاع مثلثه تاع الجبن، ملعقه تاع خل، وربع كاس تاع الزيت، ونصف كيس تاع خميرة كيميائية. راح نخلط كامل هذو المواد مع بعض ونضيفهم للخبز تاعي. هذا الخلطة راح تعطيها الخفة، تعطيها بنة رائعة. يعني كما شفتوا في بداية الفيديو الخفة تاع الخبز تاعنا كيفاش دايرة. هنا راح تقدروا تخلطوه بالميكسور كما تقدروا تخلطوه غير بالفوي، يعني انا غير بالفرشيطة تخلط لي عادي. راح نخلطه ونضيفه على الفرينة تاعي اللي كنت درت فيها الخمارة والسكر والملح، ونجمع العجين تاعي بكمية تاع ما يكون دافي البنات، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، يكون دافي. وفي الصيف بطبيعة الحال نلمو العجين تاعنا بالماء بارد البنات. هنا نلم العجين تاعي كيما راكم تشوفوا. دائما المعجنات انا ننصحكم تلموهم يكونوا طريين، يعني يتلاصقوا في اليد هكا باش يعطوكم هذيك الخفه اللي تجي في العجين تاعنا. ما يجيش ثقيل، يعني كي نخلو العجين تاعنا ناشف راح يجينا شويه ثقيل وراح يطول باش يخمر معانا. هنا هذا هو العجين تاعي. هذه هي مرحله اولى. راح نعجنه بلا ما راح نلمه بلا ما نعجنه. كيما راكم تشوفوا انا راح نسويه غير هكا بيدي، يعني شمخت شويه يدي بالماء. راح نسوي له غير هذاك الوجه ونغطيه ونخليه يخمر. البنات خلوه يخمر على راحته، يعني انا درته شويه بكري وخليته يخمر. تقدروا البنات تخمروه غير خطره واحده وتكتفوا بالتخميره الاولى وديروه في السنيوه تاعكم. كيما تقدروا ديروا نفس المرحله اللي نديرها انايا. هذه المرحله اللي نديرها راح يعطيكم واحد الخفه بزاف هايله. هنا البنات بعد ما كنت خمر لي المره الاولى شمخت يدي غير بشويه تاع الزيت، ونجي كيما راكم تشوفون ديكازي لهذاك الخمور ونعاود نخليه يخمر للمره الثانيه. شوفوا وحده يولي هذاك الوجه تاعه يولي املس، يعني بلا عجين بلا والو، بلا ما نعجنو بلا والو، غير خلطي بيدك. يعني خلطيه وخليه يخمر، عاودي هودي له هذاك الخمور الخطره الاولى وزيدي له خطره الزوجه، ومن بعد كينا نخدموه. يعني ما فيش تعب، ما فيه دلك، ما فيه جهد، ما فيه حتى حاجه. غطيته جيته للمره هنا الثانيه، يعني خليته خمر عفوا المره هنا. شوفوا خليته عجنته وخليته يخمر المره الاولى وديغازيته وخليته يخمر للمره الثانيه هذه. هنا بعد ما ديغازيته البنات شوفوا لي كان فيه يعني هذاك الفقاعات. تشوفوا باللي العجينه تاعكم ولات خفيفه ولات يعني ما شاء الله. هنا ايش غادي نديرها شويه تاع سانوج وحبه الحلاوه، يعني تاع الخبز. اللي ما عندهاش تقدر ما ديرهاش. انا غادي ندخل هذاك السانوج حبه الحلاوه في العجينه تاعنا. يعني انا مانيش نعجن، غير ندخل فيه هذوك الحبيبات في العجين تاعي. هذا ما كان باش يدخلوا فيه كامل العجين.
اش غادي ندير، غادي نغطيه ونخليها غير ترتاح، ما غاديش نخليها تخمر. بيد ما نروح نجيب البلاطو تاعي ندهنه بالزيت، ودي تبغي ترشه بالفرينه ولا بالسميد ترشه، انا خليته غير هكا يعني غير دهنته بالزيت وصاي. هنايا صاي، هنا غادي نغطيه ونخليه بجهه ونروح نجيب البلاطو. شوفوا بعد ما جبت البلاطو تاعي البنات راح نمسحه باش كميه تاع الزيت هكا باش الخبز تاعي ما يلصقش. نمسحه بكميه تاع الزيت ونحط العجين تاعي فوق البلاطو كيما هو. انا درت غير الزيت وحطيت العجين هذا مكان. شوفوا يعني انا غير خليته واحد الخمس دقائق، شفت صبته باللي بدا يعاود يخمر، يعني عاود بدا يخمر معايا. كيما كنت قلت لكم تقدروا ما تخلوهش يخمر، يعني ما تخمروش هذو 3 مرات كامل، تخلوه غير قلت لكم يخمر كي يخمر الخطره الاولى نديغازيوه ونديروه في البلاطو تاعنا ونخلوه يخمر. هتكتفوا بهذه المرحلة، بصح كي تخمروه لعدة مرات راح يجيكم منبل، يجي خاوي من الداخل، يعني يجي ما شاء الله. هنا البنات انا كنت في بداية الفيديو استخدمت في العجينة استخدمت البياض والصفر خليته بجهة، زدت عليه 2 مغارف تاع الزيت اللي راح يعطونا هذاك اللمعان للخبز تاعي. زدت عليه 2 مغارف تاع الصفر بيضاء 2 مغارف تاع الزيت وراح نمسح الخبز تاعي كامل الوجه تاعه نمسحه. نجي هنايا راح نقطع الخبز تاعي البنات كيما راكم تشوفوا راح نقطعه يعني بموس ولا باي بكوبات. انا قطعتها غير بهذا نقطعوه يعني على يعني الشكل اللي تبغوه كيما انا. شوفوا كيفاش قسمته كانني نقسم في المسكوتشو البنات. صراحه يجي بزاف هايل، ديروه مع قهوه حليب خبز ويعني الكونفيتور والزبده ولا شوكولا الايطالي يجي رائع البنات. كما تقدروا تحضروه للفطور تاعكم ولا العشاء. هنايا راح نزينها انا بشويه تاع الزرارة هذوك تاع حبة الحلاوه والسانوج. راني مسخنه الفرن تاعي على 180 درجه. بعد ما تخمر لي في هذه المرحله يعني اكيد خلوها تخمر، كي تخمر ندخلها الطيب على 180 درجه نشعلها من تحت ومن الفوق. بعد ما طيب راني خرجتها معكم البنات. انا للامانه خليتها واحد 10 دقائق بعد ما خرجتها وجيت راني باغي نقطعها. الخبز تاعكم البنات ننصحكم ما تقطعوهش وهو سخون، كي تقطعوه هو حامي راح تحصلوا على خبز يكون معجن. كي تخلوه يبرد راح تشوفوا بهذيك الهشاشه تاعكم تاع الخبز يعني ما شاء الله. شوفوا لي هذا الخبز البنات شهيتكم في الجنه ان شاء الله كامل تجربوا هذه الوصفه يعني تبعثوا لي عفوا تطبيقاتكم. شوفوا لي كيفاش يجي خاوي من الداخل. انا نقول لكم غير جربوا الوصفه ما راحش تندموا. واللي عجبتها الوصفه وجربتها نقول لك ولي لي كومونتير وخلي لي رايك في لي كومونتير هكا باش البنات يتحفزوا ويجربوه. ونقول لكم البنات ما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير ودعوه تاع خير اكيد. وهنايا نخليكم على فيديو تشوفوا يعني المقاطع الأخيرة. يعني صراحة هذا الخبز جا روعة. قلت لكم اللي تبغي تزيد له السكر تزيد له راح يجيها ولا أروع. يعني تقدروا كما قلت لكم تخلوه يعني تقدموه مع قهوة حليب يعني يجي روعة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساوش البنات تبارطاجوا. نعاود لكم خلوا لي جيم وتعليق. نقول لكم نلتقي في فيديو آخر. سلام.